المرحوم الله يرحمه وينعمه قمة أسطورة نتاع كرة اليد. من الأولانيين معناها في كرة اليد. أول مدرب معناها خذا شهادة دولية في التدريب، مش هوند برك هو اختص في كرة اليد، أما في الفوت في برشا رياضات. وإنسان خدم كرة اليد معناها حياته الكل. الجمعيات اللي راناهم الكل خلى فيهم أحسن نتائج وأحسن الانطباعات، وسيرته كانت سيرة كبيرة برشا وأخلاق طيبة. وفي المنتخب الوطني زاد حقق نتائج كبيرة برشا، وخدم وقت اللي كانت الظروف معناها صعيبة برشا وما فماش إمكانيات، ورغم ذلك حقق نتائج كبيرة برشا. سيدي هاشمي رزق الله الله يرحمه ويرحمه قمة من القمم الكبار نتاع كرة اليد. أنا عندي معاه حكايات كبيرة برشا، معناتها كان هو السبب في طلوعي أنا في الفريق القومي التونسي، ومعاه فزنا بالعديد معناتها من الألقاب. ذكريات كبيرة برشا، الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله ربي معناتها يجازيه خير. سيدي هاشمي أنا تعرفت عليه في ألمانيا في السبعينات، كان يلعب في ألمانيا، وبعد أنا خلطت عليه في ألمانيا في الجمعية، وبعد روح هو لتونس، وقعدت أنا نلعب في الجمعية نتاعه، وكان يراني في البنات زادة في ألمانيا، وروح لتونس وقعد يلعب شوية مع الترجي، بعد ولا ممرن بتاع الترجي. هز مع الترجي 10 بطولات وكوس، وكنت أنا وقت في ألمانيا وروحت وخلطت عليه، وبعد مشينا للفريق القومي، كان هو الممرن نتاعي نتاع الفريق القومي، وهز بطولات افريقيا، هز بطولات العربيه، ورانا في الخليج عده وخاصه في السعوديه. والله انا مش نحكي عليه كمدرب، انا ما لحقتش على سي الهاشمي الله يرحمه كلاعب، لكن كمدرب معناها خلى اثار كبيره ياسر على مستوى المنتخب. انا دربت عنده في المنتخب، حتى كي مشيت للخليج معناها الناس الكل سورتو في السعوديه والاهلي السعودي، الناس اللي معناها تحترم برشا وتحب ياسر سي الهاشمي رحمه الله عليه، معناها وين تعدى خلى السمعه الطيبه وخلى المستوى الكبير. تعدى زاده في تونس معناها في البريود الكبيره نتاع الترجي الرياضي التونسي، اللي ممكن عمل اكثر من 6 و5 سنين ما خسرش حتى مباراه. سي الهاشمي سوميتي معروف بحكم انه قرا في المانيا، ومن الاوائل اللي خرجوا لالمانيا وروحوا لتونس وعرفوا بكرة اليد في تونس، ومعناه وكان صيته واسمه كبير وسابقه كسوا في الانديه اللي مشى فيهم، ولا في المنتخب السعودي ولا المنتخب التونسي. جينا باش نحضر خونا المصاب الجلل، بالنسبه الرياضي لاعب كبير معناها كمدرب كلاعب وكمدرب. خلي منا كانت ذكريات طيبه، انسان معناها خلوق، انسان معناها الناس كل تحبه. كل رياضه كره اليد خسرت معناها احسن من رجالتها، وربي يرحمه وينعمه. هذاك الشيء نجم نقوله معناها في الحاله هذه. بصراحة الحاجة اللي قعدت بايت فيها أنا، وهذا مش كلامي، كلام الحضور، خاطر اليوم العباد الكل جاو. بصراحة ما فماش تمثيل رسمي. نعيب برشا معناها المكتب الجامعي، لا رئيس الجامعة لا حتى واحد من أعضاء الجامعة، الرابطة الوطنية لكرة اليد حتى واحد ما جاء. بصراحة بخلاف رئيس لجنة التحكيم سي نجيب الشريف، ريته يعطيه الصحة، جاء وجاي يظل خاطر هو جاره ويسكن بحذاه قريب، مش أما ما جاء حتى حد. معناها إذا كان إنسان كيما الهاشمي رزق الله ما نجيوش وما نحضروش معناها في الموكب الرسمي اللي هو الجنازه، بصراحه فضيحه فضيحه كبيره برشا. وراو العباد اللي جاوا الكل يحكيوا فيه الكلام هذا، مش كلامي انا قلته توا، معناها خاطر حاجه لا تغتفر، راه غلطه لا تغتفر.